لو لسه بتشتري كيلو زبدة ب400 جنيه يبقى فايتك نص عمرك. النهاردة بكوباية لبن وشوية زيت هنعمل قالب الزبدة النيوزيلندي يجنن. شايفين التماسك؟ شايفين الترميلة؟ يلا بينا نشوف الوصفة بتقول ايه. دلوقتي بصوا، انا برضو قلت اعمل لكم تيست. شوفوا برضو الزبدة وانا بسيحها على النار عاملة ازاي. تحفة يا جماعة، تحفة، وزي اللي بره بنشتريها وريحتها كانت جنان. انا برضو عملت بيضة كده عشان اشوفها. يلا بينا نشوف الوصفة. معانا كوباية لبن يكون كامل الدسم وفيه قشطة. تمام، زي ما انتوا شايفين كده. هنمسك اللبن نضربه لحد ما يعمل فوم. ومعانا كوباية زبدة برضو حطيتها في التلاجة شوية، سيحتها وحطيتها في التلاجة شوية وهحطها في الخلاط مع اللبن. وهنضرب كده جامد. هنضربه كده جامد مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. دلوقتي احنا معايا كوبايه زيت. هننزل كوبايه الزيت سرسوب كده والخلاط شغال. هتلاقي الكميه ضعفت معانا، وهتلاقيه برضو قوامه تقل شويه. ما هو مش تقل قوي، تقل شويه عشان لسه ايه، هيتحط في الفريزر. بس والله يا جماعه الوصفه دي جميله جدا واقتصاديه جدا. انت بقى لو انت مش عندك الزبده ممكن تستخدمي كوبايه قشطه بتاعت وش اللبن، تجمعي وتستخدمي كوبايه وتستخدميها. تمام، والله تحفه جدا واقتصاديه جدا. حتى لو انت مثلا عندك حته زبده ممكن تزودي لها شويه سمنه يعني تظبط معاكي. ودلوقتي عصرت عليها عصره ليمونه وزنت خل، وانا حطيت رشه ملح بس انا مش عارفه ما اتصورتش معايا. بص هتفضلي تضربيهم. بص الكميه ضعفت ازاي. ودلوقتي بعد ما ضربتها جبت كيسه او القالب الكيك الصغير ده، وهتحطي فيها كيسه. زي ما انتوا شايفين كده. انا صبيت الخليط في كيس في كيس تلاجة وفي علبة، وطلعت منه الهواء. وهحطه ايه في الفريزر لتاني يوم، ممكن ساعتين 3 ساعات. بس انا حطيتها بصراحة ايه على تاني يوم. وهنا تاني يوم بصوا بقى قوامها وتعمل تحفة ازاي. ما تنسوش بقى لو وصلتوا لهنا تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتصلوا على النبي وتقولوا الوصفة عجبتكم ولا لا. والله يا جماعة احلى من الجاهز بمليون مرة واقتصادية جدا. والسلام عليكم ورحمة الله.